بجد بيتي وانا حر فيه. بيتك منين؟ احنا لينا في البيت ده زي مليك بالظبط. خير فيه على الصبح يا وش المصايب انتي؟ اثبتي يا اختي، ابوكي باع نصيبه وغوري يلا من هنا علشان الحق اجهز وامشي عشان سالم بيه عايز بيته. سالم بيه؟ انتوا مجانين؟ عايز تطرد بنت اخوك وامها من بيتهم؟ محسن مسكها من شعرها بعنف. بت انتي، مش عايز اسمع صوتك. روحي يا اختي تشطري على اللي كنتي هتموتي عليه وحاربتي كل الدنيا علشانه، اهو جه علشان يذلك والصراحه ليه حق. غوري من هنا. في حي شعبي بسيط نزلت من بيتها بتعب، لكن وقفت بصدمه وهي بتبص على حد. ايه شفتي عفريت ولا ايه؟ مالك مصدومه كده؟ بتعمل ايه هنا يا سالم؟ مش خلاص سبتوا الحاره من زمان؟ جيت احرق قلبك يا فردوس وندمك على كل حاجه عملتيها معايا ومع اهلي. فردوس بصت عليه بسخريه وكانت هتمشي، لكن سالم مسكها بقوه. انت اتجننت؟ اياك تلمسني تاني، واحسن لك ما تجيش هنا تاني لاحسن المدام تزعل يا سالم بيه. ده بيتي، في حد ما يجيش بيته؟ هو محسن معرفكوش انه باع البيت ولا ايه؟ واطي عمك برضو، ده داق في العيله شكله كده. فردوس بصت له بصدمه والسالم كمل ببرود. نص ساعه وتكوني في الشارع انتي وامك. اوعدك يا فردوس من النهارده هتشوفي الذل والخضوع كله على ايدي، وهوريكي سالم مهران لما يكره بيعمل ايه. فردوس طلعت البيت بسرعه تخبط على عمها بغضب. محسن فتح بضيق. في ايه على الصبح؟ انت بعت البيت لسالم؟ الكلام ده بجد؟ بجد بيتي وانا حر فيه. بيتك منين؟ احنا لينا في البيت ده زي مليك بالظبط. خير فيه على الصبح يا وش المصايب انتي؟ اثبتي يا اختي، ابوكي باع نصيبه وغوري يلا من هنا علشان الحق اجهز وامشي عشان سالم بيه عايز بيته. سالم بيه؟ انتوا مجانين؟ عايز تطرد بنت اخوك وامها من بيتهم؟ محسن مسكها من شعرها بعنف. بت انتي، مش عايز اسمع صوتك. روحي يا اختي تشطري على اللي كنتي هتموتي عليه وحاربتي كل الدنيا علشانه، اهو جه علشان يذلك والصراحه ليه حق. غوري من هنا. قفل الباب في وشها وقال بطمع. عايزان ارفض بعد ما عرض عليا ضعف البيت مرتين عشان قال ايه؟ بنت اخويا. يا رب تحصليه عشان اخلص منك ومن قرفك انتي وامك. خير ما عملت، ده الواد سعيد بيقول الشقه اتجنن ولا كانها قصر. اخيرا هنطلع من الفقر ده. طب يلا بسرعه، خلينا نخلص ونمشي، مش ناقصين مشاكل مع سالم. فردوس كانت كاتمه دموعها ومش عارفه تعمل ايه. خبطت على امها بعجز. رجعتي ليه تاني يا حبيبتي؟ حكت لها كل حاجه بدموع. يا مصيبتي، هنعمل ايه؟ هنروح فين يا فردوس؟ منهم لله الظلمه، بعد كل اللي عملوه معاكي هم اللي زعلانين. مش عارفه يا ماما، مش عارفه. لازم اروح الشغل بدل ما اترفد، وهشوف لو هقدر اخد سلفة نقعد في اي مكان لحد ما اتصرف واكلم محامي. ومشيت على طول. في فيلا راقيه جدا شهد قالت بضيق. يلا يا استاذه انت وهي، الفطار جاهز بقاله ساعه. شهد قالت الكلام ده وهي بتبص على البنات الصغيرين. جمانة ورهف قعدوا بطاعة وخوف، وشهد كانت بتبص عليهم بغيظ مكتوم. جليلة قالت اعقلي يا شهد احسن لك، وما تخلينيش ازعل واقلب عليكي. وانتوا يا حبايبي خلصوا اكلكم بسرعه علشان نقعد سوا. شهد بصت عليها بغضب وطلعت على فوق وهي مش طايقه نفسها. فضلت تتحرك في اوضتها وهي مش عارفه تخلص من حماتها. كل حاجه لازم تتدخل فيها. ما كانت فضلت في الحاره المعفنه، كان لازم سالم يجيبها تعيش معانا؟ لا، انا لازم اطيرها من هنا. انا مش هستحمل تفضل تتدخل في كل حاجه كده. فضلت تفكر هتعمل ايه في حماتها. عند فردوس كانت وصلت المشغل اللي شغاله فيه، لكن المديره قالت فردوس خدي باقي فلوسك واتكلي من هنا، خلاص ملكيش شغل عندي. ليه؟ حصل ايه بس؟ ده اللي عندي، ولو كترتي مش هيكون في حساب اصلا. ومشيت وسابتها. فردوس اخدت باقي حسابها وخرجت بحزن. لقت سالم واقف جنب العربيه وهو بيضحك. راحت عنده بغضب. انت اللي عملت كده؟ انت عايز مني ايه؟ ليه رجع تدمر حياتي بعد كل السنين دي؟ ما تسيبني في حالي بقى. عشان ده اللي كان لازم يحصل. انا مش هرتاح غير لما ادفعك التمن، وبعدين ده انا كويس قوي مستنيكي علشان اعرض عليكي شغل في الفيلا بتاعتي، خدامه عندي. رفعت ايديها علشان تضربه، لكن مسكها بعنف. لا يا فردوس، مش سالم مهران اللي واحده زيك ترفع ايديها عليه وهتيجي تشتغلي عندي حته خدامه. ده لو خايفه على امك.
علشان أنا أوعدك إني مش هخليكي تشتغلي في أي مكان ولا يكون معاكي قرش واحد، وانتي عارفاني وعدي سيف. فردوس بصت له بوجع وفضلت ساكتة. سالم زقها بعنف وطلع كارت رماه في وشها. بكرة تكوني عندي أحسن لك. وركب عربيته وطلع بغضب. فردوس وقعت مكانها وفضلت تعيط في نص الشارع. في حي راقي محسن وصل هو ونعمة. نعمة فضلت تبص على الشقة بدهشة. ايه الجمال ده؟ معقول احنا هنقعد في الشقة دي كلها لوحدنا؟ بس مش غالية قوي الشقة دي يا حاج، دي حقها يطلع قد بيتنا مرتين. لا اطمن، سالم دافع كتير قوي يا سعيد. ايه بتقولي مين؟ مالك بس يا سعيد؟ طب مش كده احسن؟ ده احنا نقدر نجيب لك شقة لوحدك تتجوز فيها. يعني انتوا كنتوا بتضحكوا عليا؟ انا مش هسيب فردوس، انا مش هتجوز غيرها. مش بعد كل ده يجي سالم ياخدها تاني وانتوا اللي تساعدوه. هتكبر امتى بقى؟ فردوس ايه وقرف ايه؟ تتجوز واحدة مطلقة ليه؟ كان ناقصك ايه يا ابني؟ وبعدين يا اخويا ما هي رفضتك بدل المرة 1000. ايه نبوس ايد ست الحسن والجمال عشان توافق؟ ما هي كانت هتوافق خلاص، عشان مش هتلاقي مكان تعيش فيه. لكن انتوا ضحكتوا عليا وسالم هياخدها مني. انا مش هسكت، سامعين؟ مش هسكت. وخرج على طول من الشقة. عاجبك كده؟ مش قادرة تستني لما الزفت سالم يتعامل معاها؟ انت مفيش حاجة بتفضل في بقك خالص. غصب عني يا محسن، اعمل ايه؟ وبعدين اطمن، هي هترجعه قفاه مقمر عيش. اصبر وشوف. بعد شوية في الحارة كان سعيد وصل وطلع على شقة مرات عمه على طول. خير، عايزين ايه تاني؟ مش اخدتوا البيت؟ ايه عايزين تاخدوا هدومنا كمان؟ كده برضو يا مرات عمي؟ ورحمة عمي ما اعرف ان ابويا باع البيت لسالم، واول ما عرفت جيت على طول. فين فردوس؟ لازم اتكلم معاها. هتكون فين يعني؟ بتحاول تتصرف. يا حبة عيني شالت الهم بدري. ما تخافيش يا مرات عمي، انا معاكي ومش هسيبكم ابدا. في الوقت ده جت فردوس اللي كانت عينيها حمرا من كتر العياط، ودخلت على طول من غير ما تبص على سعيد. فاطمة وسعيد دخلوا وراها. حصل ايه يا حبيبتي؟ بعدين يا ماما نتكلم براحتنا. فردوس انا بحبك وانتي عارفة ده. انا ما كنتش اعرف كل اللي حصل. اتجوزيني يا فردوس وانا هجيب لك شقة وهبعدك عن سالم خالص، ومرات عمي هتقعد معانا وكل طلباتك اوامر. شكرا يا سعيد، اتفضل انت لحسن عمي ومراته يقلقوا عليك. اعمل لك ايه يعني علشان توافقي؟ ده انا ناقص ابوس ايدك. ايه ناقصني ايه؟ قوليلي. سالم كان احسن مني في ايه؟ اهو اول ما بقى معاه قرشين رجع علشان يذلك، لكن انا بحاول اساعدك. اتفضل يا سعيد، احنا محتاجين نرتاح. سعيد مشي بغضب وفاطمة قربت من بنتها. حصل ايه يا حبيبتي؟ مش هيسيبنا في حالنا، راجع علشان يدمرنا. هو قال لي وانا شفتها في عينه كلها شر يا ماما. انا مش مهم، لكن انتي هعمل ايه معاكي؟ عايزني اشتغل خدامة عنده وعند مراته؟ خدامة في عينه البعيد. فردوس يا بنتي، ايه رأيك تتجوزي سعيد؟ اهو بيحبك وهيعملك كل حاجة. لا يا ماما، لا، مستحيل اتجوز سعيد، وارجوكي بلاش تفتحي الموضوع ده. طب هنعمل ايه يا بنتي؟ مفيش حاجة تتعمل خلاص. في الفيلا عند سالم كان بيلعب مع بناته بفرحة وبحب. بابي، هو احنا ممكن نروح الملاهي بكرة؟ يا ريت يا بابي، نفسنا نروح قوي وماما مش موافقة. سالم أخد نفس بضيق من تصرفاتها، لكن قال بحب. حاضر يا حبايبي، دلوقتي نروح ننام علشان نقوم بدري. البنات بسوه وراحوا على أوضتهم وهو كمان دخل أوضته. يا ريت تعاملي البنات كويس، أنا مش مستعدة أخسرهم علشان حد، فاهمة يا شهد؟ وبلاش تنهي كل اللي بينا بحركاتك دي، أنا مش هستحمل كتير. أنا آسفة يا حبيبي، ما تزعلش، أنا بس متوترة شوية الأيام دي والبنات طلباتهم كتير. اطمني، أنا هتصرف في الموضوع ده وخلاص هجيبلك خدامة. بجد؟ أخيرا يا سالم، ما تعرفش كنت محتاجة واحدة تساعدني ازاي؟ الفيلا والأكل والبنات كل ده كان كتير عليا. أنا مش مصدقة إن أنت أخيرا وافقت. أنت عارفاني ما بحبش موضوع الخدامين، لكن الخدامة دي مميزة وهتقدر تقوم بالشغل كله. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. سالم ابتسم بتصنع وراح نام. تاني يوم فردوس كانت واقفة قدام الفيلا، لكن أخدت نفسها وقربت من البواب. عايزة أقابل سالم بيه. حضرتك مين؟ قول له فردوس أيمن. البواب اتصل على سالم ومفيش دقايق وقال لها اتفضلي. جوه كان سالم واقف بتكبر وفخر إنه قدر يجيبها تحت رجله في النهاية. هو لسه يا فردوس، دي البداية، بس النهاية هتكون أصعب بكتير قوي.
شهد كانت قاعدة تتكلم مع جليلة والبنات بيلعبوا سوا فوق، لكن سكتوا بصدمة لما لقوا فردوس دخلت مع سالم. البنت دي بتعمل ايه في بيتي يا سالم؟ ايه يا شهد، الخدامة الجديدة مش عاجباكي ولا ايه؟ سالم، البنت دي تمشي دلوقتي حالا، مش ناقصة فقر، احنا ما صدقنا خلصنا منها. فردوس كانت كاتمة دموعها وساكتة. لا يا ماما، فردوس هتشتغل هنا، دي خدمتنا الجديدة وهتفضل تخدم هنا لحد ما انا امر انها تمشي ورايا. واتحرك على المطبخ وقال ببرود: تعملي لي فنجان قهوة وبعدين تشوفي ستك هتأمرك تجهزي اكل ايه. حاجة تاني، لو فاكر انك كده هتكسرني تكون غلطان. انت مش فارق معايا يا سالم، خلاص انا نسيتك من زمان، لكن انت مش قادر تنسى حتى بعد كل السنين دي. سالم كان بيبصلها من فوق لتحت، ومرة واحدة مسكها من ايديها بقوة. فوق يا فيروز، فوقي من اوهامك دي، انا اتجوزت وبقى عندي بنتين، لكن انت فضلتي زي ما سبتك من 8 سنين. انت اللي موهومة وفاكراني لسه بفكر فيكي. شوفي انا بقيت ايه وانت بقيتي ايه. اعملي القهوة وانا هنا سالم بيه، فاهمة؟ 5 دقايق والقهوة تكون عندي في الجنينة. شهد كانت بتحرك ايديها على شعرها بجنون. لا، مستحيل يكون جاب فردوس، مستحيل تفضل هنا. شهد مسكت ايد جليلة بلهفة. اتصرفي يا خالتي، البنت دي لو فضلت هنا كل حاجة هتبوظ، كل حاجة هتروح مننا، ومش بعيد الحقيقة تتكشف، ولو ده حصل سالم هيقلبها دمار على الكل. جليلة سحبت ايديها بغضب من شهد. بعد كل السنين دي ما قدرش ينساها؟ اعمل فيك ايه يا سالم؟ اعمل ايه علشان ابعدها عنك؟ تموت، لازم تموت، خلاص مستحيل اسيبها تسرق مني كل حاجة. سالم خرج الجنينة وقعد بصمت، لكن ابتسم بهدوء أول ما شاف البنات بتجري عليه. وحشتوني قوي، انت وعدتنا نروح الملاهي. في الوقت ده جت فردوس وعينيها على البنات. مين دي يا بابا؟ دي واحدة هتفضل معاكم وتعمل لكم كل حاجة نفسكم فيها. يعني ممكن تلعب معانا طول اليوم؟ لا دي وحشة، أنا عايز ألعب مع بابا بس. رهف، أنا قلت إيه كذا مرة؟ سوري خلاص. فردوس نطقت بصعوبة. رهف؟ سالم بصلها بهدوء وبعدين قال: على جوه. ايه، عاجبك اسم رهف؟ طب وايه رأيك في جمانة؟ فردوس عينيها دمعت غصب عنها وهي بتبص عليه. رهف وجمانة؟ حالف اسرق منك كل حاجة كان نفسك فيها يا فردوس. مش هما دول الاسماء اللي كنت عايزة تسمي ولادنا بيهم؟ اهو حصل، لكن ولادي انا وشهد، وانتي هتفضلي وحيدة ولا يمكن تفكري في عرض سعيد. انا من رأيي توافقي احسن، مستحيل حد يوافق على واحدة زيك. ممكن يا سالم بيه نبطل نتكلم في اللي فات؟ ما تنساش ان انا هنا خدامة وبس زي ما حضرتك قلت. وقبل ما سالم يرد شهد وجليلة قربوا منهم. روحي يا بت على المطبخ لحد ما ستك تقولك تعملي اكل ايه. فردوس اتحركت على جوه على طول. جبتها ليه يا ابن بطني؟ ليه بعد كل السنين دي؟ عايز تخرب على نفسك ليه؟ جبتها عشان اذلها، عشان اوريها انا بقيت فين وهي فين. مش كانت مش طايقة تعيش مع سالم الغلبان؟ دلوقتي هتشوف سالم تاني خالص، بس في حاجة تانية انت ما تعرفهاش. جوه فردوس بصت حواليها وطلعت على فوق وبدأت تفتح كل الأوض لحد ما لقيتهم أخيرا. فردوس قربت منهم وهي بتبص عليهم بحب. قلت اجي اطمن عليكم، تحبوا ألعب معاكم شوية؟ بجد؟ أيوة، وبعد ما نخلص ممكن نعمل كيك شوكولاتة سوا، وكمان نعمل عصير وكل حاجة بتحبوها. رهف فرحت وبدأت فردوس تلعب معاهم وهي بتحاول ما تعيطش. تحت، هي ايه؟ فردوس بعد ما سابتك وطلبت الطلاق كانت ماشية مع سعيد، وأغلب الحارة شافتها كأنها يعني ما صدقت، وكنا خايفين نقولك وقلنا خلاص ملناش دعوة بيها. البنت دي بأخلاقها دي ما ينفعش تفضل هنا، ما ينفعش تفضل مع البنات. برضو يا شهدي يا بنتي، مش قلتلك ملناش دعوة بالموضوع ده؟ طالما مش على ذمة ابني خلاص تعمل اللي هي عايزاه. سالم دخل على جوه بسرعة وقال بصراخ: فردوس، فردوس. فوق فردوس قامت بقلق أول ما سمعت صوته، لكن بصت على البنات بحب. هشوف بابا واجي نكمل لعب. البنات هزوا راسهم بحماس، وفردوس نزلت بسرعة وقالت بتوتر: نعم. سحبها على أوضة المكتب وقفل الباب. انتي كنتي على علاقة بسعيد؟ نعم، يعني ايه؟ كنتي على علاقة بسعيد بعد ما سيبنا بعض؟ ايه اللي في كلامي مش مفهوم؟ حاجة مالكش دعوة بيها، انت خلاص مش جوزي،
وانا معرفتش حد في فترة الجواز، فخلاص اعرف سعيد اعرف اي واحد، ملكش دعوة. سالم ما قدرش يستحمل كلامها ده، ومرة واحدة ضربها بالقلم ومسكها من شعرها. ده انا اقتلك يا فردوس، فاهمة؟ اقتلك. زقته بعنف وهي بتعيط. انت ازاي تمد ايدك عليا؟ فاكر نفسك مين؟ اسمع يا سالم، انا هنا مجرد واحدة بتشتغل عندك خدامة زي ما انت بتقول، يعني اتجوز ارتبط امشي في الحرام دي حاجة ملكش دعوة بيها، انت ملكش حكم عليا. سالم كان بيبص عليها بشر. فردوس زقته وفتحت الباب وخرجت. شهد ابتسمت بثقة وهي شايفة خد فردوس معلم. ولسه يا فردوس، انا مش هغلط نفس الغلط تاني المرة دي، لازم تغوري من على وش الدنيا. في المكتب سالم بدأ يكسر كل حاجة هو متخيلها مع سعيد. فردوس مشيت من الفيلا خالص وطلعت على بيتها. بعد شوية وصلت، حاولت تهدي نفسها ومسحت وشها. أول ما فاطمة شافتها، ليه يا فردوس؟ ليه رحتي عنده؟ رحتي علشان يذلك يا بنتي؟ فردوس بصت على أمها ودخلت الأوضة بتاعتها وقفلت الباب وراها. طلعت الفون واتصلت على سعيد. لو عايز تتجوزني زي ما بتقول، تجيب لي شقة باسمي وتكون عندي بكرة علشان نكتب الكتاب. وقفلت من غير ما تسمع رده. سعيد ما كانش مصدق نفسه وخرج بسرعة لأبوه وقال: عايز أجيب شقة. وماله يا حبيبي، بس هتكون باسم أبوك، لحد ما ربنا يرزقك ببنت الحلال، وبعدين نكتبها باسمك. هو أنا عيل صغير ولا إيه؟ لا يا أخويا، بس إحنا عارفينك، وفردوس اللي عايز تصرف عليها كل اللي حيلتنا دي تنساها خالص، وشوف لك واحدة ترفعك لفوق مش تنزلك 7 أرض. سعيد بص عليهم بغيظ مكتوم. أنا أصلا مش عايز فردوس خلاص، وهات شقتي واكتبها باسمك عادي. دخل الأوضة وهو بيفكر في حاجة. تاني يوم الصبح فردوس كانت قاعدة ساكتة وما بتردش على أسئلة أمها لحد ما الباب خبط. أول ما فتحت لقت سعيد اللي ابتسم بفرحة. عملت اللي قلتلك عليه؟ طلع عقد من جيبه. أهو يا فردوس، ناقص تمضي والشقة تكون ليكي رسمي. أطلب المأذون؟ أيوة. أخدت العقد ومضت عليه وفاطمة ساكتة. بعد شوية المأذون جه. في فيلا سالم كان قاعد بيشرب القهوة بهدوء لحد ما فونه رن. ألو؟ في واحد طلع شقة فردوس هانم، وبعدها بشوية مأذون طلع وراه. سالم قام بغضب وقال بصوت عالي: اتصرف، خلي المأذون ده يمشي حالا وانا جاي، لو الجوازة دي تمت هقتلك يا أحمد. سالم ركب العربية وطلع بيها بسرعة. لا يا فردوس، لسه العقاب مخلصش. في بيت فردوس أول ما المأذون بدأ الباب بدأ يخبط جامد. سعيد بغضب بعد ما فتح: خير، انت مين يا جدع انت؟ انا احمد البادي جارد بتاع سالم بيه. وعايز ايه انت وسالم بيه بتاعك؟ امشي حضرتك، مفيش جواز هيحصل هنا. انت شكلك مجنون، غور من هنا بدل ما ازعلك. احمد مرة واحدة طلع مسدسه وقال للمأذون: لو خايف على عمرك امشي من هنا. المأذون اتحرك على بره بخوف. مش عايز اسمع صوت حد فيكم. فردوس بصت على سعيد وفضلت ساكتة. في بيت محسن خرج وهو بيزعق: خير يا محسن، في ايه على الصبح؟ ابنك سرق الفلوس، اما اروح الحقه ربنا يسترها وما يكونش عمل اللي في بالي. نعمة لطمت على وشها: يا مصيبتي، منك لله يا فردوس، اكيد هي اللي قالت له يعمل كده، هي اللي سحرت للواد. محسن سابها وجري على بره. عند سالم كان اخيرا وصل الحارة وطلع بسرعة، لكن اتنهد براحة لما لقاهم قاعدين لوحدهم. خير يا سالم، مين اداك الحق تمنعنا من الجواز؟ بيتي ادخل فيه اللي على مزاجي، ولا انت ما تعرفش ان ابوك باع البيت؟ سعيد بصله بخبص وبعدين قرب من فردوس مسك ايديها. يلا يا فردوس، هنتجوز في مكتب وبعدين نطلع على شقتنا، احنا خلاص مش محتاجين البيت ده. يلا يا ماما. سعيد قرب منها قوي وكان ماشي بيها، لكن سالم مرة واحدة ضربه بوكس وسحبها بعيد عنه وهو بيقول بغضب: لو لمستها تاني انا هخلص عليك. احمد رمى الواد. احمد، ارمي الواد ده بره وتجيب لي مأذون علشان هكتب على فردوس النهارده. كان نفسي تحضر يا سعيد، تتعوض. فردوس كانت رايحة لسعيد، لكن سالم مسكها بعنف وأحمد ضرب سعيد على دماغه بالمسدس وخرج بيه. عايز ايه؟ ما تسيبني في حالي بقى. سالم مردش عليها، وبعد شوية رجع أحمد ومعاه مأذون. يلا يا عروسة. مش هيحصل يا سالم، مش هيحصل. سالم مرة واحدة طلع مسدسه وضرب طلقة جنب فاطمة.
مفيش اختيار يا فردوس، خلاص. فردوس بصت على أمها اللي وقعت مكانها من الخوف ومش مصدقة إنه عمل كده. انت يا أمك يا فردوس، صدقيني انت ما تعرفيش سالم الجديد ممكن يعمل ايه علشان يمشي اللي في دماغه. هزت راسها بدموع. المأذون بدأ يكتب بخوف، وبعد ما خلص قال: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير إن شاء الله. سالم سحب فردوس جامد من ايديها. أحمد، تجيب دكتور للست فاطمة وتشوفها لو محتاجة حاجة. وراح سحب فردوس ونزل وهي بتعيط وحطها في العربية بعنف وطلع. بتعيطي على ايه؟ انت بقيتي مرات سالم مهران. هعيش عمري كله أكرهك يا سالم. سالم بصلها بوجع. مش أكتر مني يا فردوس. عند محسن وصل الحارة لقى ابنه مغمى عليه، راح فوقه. ايه سالم مش كده؟ سالم علم عليك؟ مش هسيبه، والله ما هسيبه. براحتك، بس المرة دي هيخلص عليك. بعد شوية وصلوا الفيلا. سالم قال بجمود: لو حد عارف انك مراتي مش هيحصل طيب يا فردوس هانم. فردوس دخلت وراه بدموع، وهو وراها الأوضة اللي هتفضل فيها، وطلع يرتاح من كل اللي حصل ده. تاني يوم الصبح بدري جدا كانت فردوس في المطبخ لأنها ما قدرتش تنام. فردوس كانت بتشتغل وهي بتعيط بصمت. انتي بتعيطي ليه؟ فردوس مسحت دموعها على طول وابتسمت بحب. ايه اللي مصحيكي دلوقتي؟ حلمت حلم وحش قوي. فردوس شلتها وحطتها على الرخامة، وبعدين جابت لها عصير. وجوجو حلمت بإيه بقى؟ جمانة ضحكت ببراءة. انت عرفتي ان جمونة؟ تعرفي مامي ساعات بتلخبط بينا. فردوس ضحكت على نطق جمانة لاسمها. علشان انت حلوة قوي ومميزة، ده غير شعرك اللي زي شعر الأميرات. جمانة كانت فرحانة، وفردوس فضلت تتكلم معاها كتير ويضحكوا. سالم كان بيبص عليها بهدوء لحد ما قفل الفون وقرر ينزل يشوفهم بنفسه. جمانة جريت على سالم أول ما شافته. بابي، لعبنا كتير أنا وفوفو، وكمان عملت لي بانكيك حلوة قوي وشربنا عصير. بس ده مش وقت بانكيك يا جمانة، المفروض تكوني في سريرك دلوقتي، آخر مرة تنزلي في الوقت ده من أوضتك. جمانة بصت له بحزن وطلعت على فوق. بلاش تقعدي مع بنتي كتير، مش عايز أخلاقهم تكون زيك. أنا أخلاقي أحسن منك مليون مرة، ولولا حركاتك الزبالة معايا كان زماني في بيتي مع جوزي. سالم فضل يقرب منها وهي تبعد لحد ما لزقت في الرخامة. معقول كنتي هتخلي حد غيري يا فردوس يقرب منك؟ سالم ابعد. سالم بيحرك ايده على دراعها. ليه؟ انتي مراتي، في حد يبعد عن مراته؟ اياك تقرب مني بالشكل ده تاني. ضحك ببرود ومشي. فردوس مسحت على وشها وهي حاسة نفسها كانت هتضعف قدامه. وبعد ساعات كل اللي في البيت كانوا قاعدين على السفرة علشان يفطروا. فردوس حطت الأكل ودخلت المطبخ على طول، وجمانة فضلت تتكلم وتحكي كتير عن كل اللي حصل معاها. وقالت لي إني حلوة قوي وكمان شعري زي الأميرات. رهف كانت مبهورة هي كمان ومبسوطة من كلامها. شهد بغضب مرة واحدة. اخرسي بقى، كفاية كلام على الأكل. وفردوس دي لو لقيت واحدة فيكم قريبة منها أنا هضربها، ومفيش لعب النهاردة، هتفضلوا في أوضتكم انتوا الاتنين. شهد سابتهم وطلعت على فوق وهي بتحرك ايديها على شعرها بجنون. لسه تاني يوم بدأت تسيطر على العيال، أمال لو فضلت أكتر. في الوقت ده الباب اتفتح وجليلة دخلت. ايه اللي عملتيه ده؟ ده أنا هديت سالم بالعافية. البنت دي خطر عليا، لازم تغور، ومش من هنا بس، من الدنيا. لا، البت دي لازم تفضل عايشة، سامعة يا شهد؟ وانتي عارفة ليه كويس. يعني ايه؟ أسيبها تاخد جوزي وبناتي مني؟ مش هيحصل. أنا مش هسيبك، لكن نفكر بعقل، وزي ما بعدناها زمان هنعمل كده دلوقتي، لكن بالراحة بدل ما نتكشف. شهد هزت راسها وبدأت تفكر هتعمل ايه. تحت فردوس قربت من البنات لما لقيتهم زعلانين. مالكم يا حبايبي؟ امشي من هنا، ماما قالت ما نتكلمش معاكي أبدا، وبسببك هنتعاقب في الأوضة طول اليوم. طب أنا ممكن أعمل لكم كيك تاكلوها في أوضتكم، إيه رأيكم؟ هو مش هتكلم معاكم طول ما مامي هنا علشان ما تزعلش. أوكي أنا موافقة. فردوس حركت إيديها على راسها بحب ودخلت المطبخ وبدأت تجهز التورتة ليهم. شهد نزلت من أوضتها وقربت منها بغضب. إياكي تقربي من عيالي يا فردوس.
مش عايزة أقرب، اطمني لو تقدري، مع إني أشك تخلي سالم بعيد عني، أكون شاكرة جدا. انتي فاكرة إنه لسه بيحبك؟ ده جايبك علشان يذلك، جايبك علشان أنا طلبت ده، علشان يرضيني. قلتله يشغلك خدامة عندي وهفضل ستك طول العمر. فردوس ابتسمت بسخرية وكملت شغلها، وده عصب شهد. قامت مسكتها من شعرها بعنف. هو أنا مش بكلمك يا حيوانة؟ فردوس زقتها بغضب. انتي اتجننتي خلاص، الغيرة عمتك، عارفة ان سالم بيحبني، علشان كده مش طايقة نفسك. لكن سي سالم ده ولا يفرق معايا، اشبعي بيه بعيد عني، وريني شطارتك وخليه مشيني من هنا، مع اني اشك انك تقدري تعملي حاجة زي دي. طلعت شهد على فوق ودخلت أوضة البنات. اللي هشوفها فيكم مع الزفتة فردوس هعاقبها وانتوا عارفين. مسكت جمانة من شعرها بعنف. وخصوصا انتي، فاهمة؟ حاضر يا مامي خلاص. شهد خرجت بغضب. بالليل رجع سالم بتعب من الشغل، لقى السفرة جاهزة وهم مستنيينه. سالم كان بيبص للأكل وبدأ ياكل باستمتاع، وده كان باين عليه، وشهد كانت بتبص عليه بغضب. وبعد ما خلصوا أكل كل واحد دخل أوضته. شهد قربت منه وحضنته بحب. وحشتني قوي. تعباني يا شهد، محتاجة ارتاح. راح غير هدومه ونام على طول. شهد فضلت تاكل في ايديها بغيظ وقربت منه ونامت هي كمان. بعد ساعات سالم اتعدل لانه معرفش ينام، ومسك فون وبدأ يشوف فردوس بتعمل ايه. في أوضة فردوس كانت بتحكي حكاية لجمانة ورهف وهي بتعمل تسريحة لجمانة. خلصت. رهف قالت واو دي جميلة قوي. جمانة فضلت تلف حوالين نفسها وهي فرحانة. حلوة قوي. علشان انتي حلوة قوي. وانا. فردوس بدأت تعمل لرهف هي كمان ومبسوطين. مامي هتزعق لو شافتنا. بسيتهم بحب. اطلعوا ناموا دلوقتي وبكرة الصبح انا هفكهم. رهف وجمانة طلعوا وهم بيضحكوا بصوت مكتوم، واول ما دخلوا اوضتهم مش قلتلك فوفو كويسة وهنتبسط، وكمان هي مش هتضربنا زي مامي. ايوه بس مامي لو عرفت هتضربنا. مش هتعرف. تحت فردوس لسه هتغمض عينيها لقت الباب بيتفتح وسالم بيدخل. رفعت الغطا عليها وقالت انت ازاي تدخل بالشكل ده؟ وفيها ايه، مش مراتي؟ وبعدين انا حافظك يا فردوس، يعني مش هشوف حاجة جديدة. بره يا سالم بره. البنات ما تجيش هنا تاني يا فردوس، جو العواطف والحرمان ده بلاش منه، وخصوصا مع بناتي. حاضر، ممكن بقى تخرج؟ اول ما سالم خرج فردوس فضلت تعيط بوجع وصوت عالي. سالم فضل واقف قدام الباب بقلق، لكن في النهاية طلع وما قدرش يدخل عندها. الأيام كانت بتعدي وفردوس ما بتتكلمش مع سالم خالص، حتى لو حاول يستفزها. البنات بدأت تتعلق بيها، خصوصا مع إهمال شهد ليهم، وهي غصب عنها ما بتقدرش ترفض ولا تبعد عنهم. فردوس خرجت من الحمام لقت سالم قاعد على السرير. جريت تفتح الباب لكنه كان مقفول. انت بتعمل ايه؟ هو قافل الباب ليه؟ قلتلك ايه يا فردوس؟ مش قلتلك ابعدي عن البنات؟ ابعدهم هم يا سالم. انا مش عارفه اعمل ايه بقى، محرومه وما عنديش ولاد. ممكن تخرج لو سمحت؟ ولو ما خرجتش؟ فردوس فضلت ساكته، ما كانتش قادره تقاوم، خلاص تعبت. سالم قرب اكتر منها لقاها ساكته. سالم قال بصوت واطي وهمس وحشتيني قوي يا فردوس. الصبح فردوس صحيت لقت نفسها لوحدها، غمضت عينيها بضعف وقامت دخلت الحمام. فوق شهد اتصلت على حد. كنت مستنيكي تتصلي من بدري، اعمل ايه؟ معرفتش اوصلك بعد ما بقيتي هانم. اتصرف، اعمل اي حاجة. ايه هو انت ما تعرفيش ان هو اتجوزها ولا ايه؟ اتصرف ازاي؟ ايه؟ ودعي ايام العز يا شهد، فردوس راجعة تاخد منك كل حاجة. انا خلاص مش هقدر اورط نفسي. شهد الفون وقع منها بصدمة، وهي كل اللي على لسانها اتجوزها؟ اتجوزها تاني؟ فردوس كسبتك؟ هزت راسها بجنون ونزلت على تحت وهي عارفة هتعمل ايه كويس. تحت سالم ما راحش الشغل وفضل مستنيها تقوم، كل اللي في دماغه اللي حصل بينهم. لا يا سالم، اياك تنسى اللي حصل، اياك. سالم مسح على وشه بتعب وتفكير. فردوس دخلت على المطبخ على طول وهي واحدة تانية. شهد مسكت رهف. رهف
في حاجة كانت بتجري في المطبخ، خلي بابا يجي يشوفها لحسن يكون فار. اجري. رهف جريت وهي بتصرخ: بابي، في فار في المطبخ. شهد راحت لفردوس المطبخ. ايه يا فردوس، مش لما البنات حواليكي النهارده؟ خير، انا عارفه انك بتحبيهم علشان معوضينك عن عيالك اللي ماتوا. فردوس فضلت ساكته. شهد اول ما لمحت سالم جه مع رهف قالت: اخ، لو سالم عارف انك كنتي حامل وانتي مراته، ده ممكن يعمل عمايل. بس هعمل ايه؟ علشان بحبه وخايفه عليه مرضتش اقوله انك كنتي حامل. فردوس بصت لها باستغراب وهي مش فاهمه حاجه. سالم قال بصعوبه: مين اللي كانت حامل؟ روحي لاختك بسرعه، يلا يا رهف. رهف هزت راسها بسرعه ومشيت. مين كانت حامل بقول؟ فردوس، حتى اسالها. سالم مره واحده سحبها ودخل اوضه المكتب وقفل الباب بالمفتاح. كنتي حامل وانتي مراتي؟ يعني ايه؟ والحمل نزل خلاص، دي مواضيع قديمه واتقفلت. مره واحده فردوس وقعت على الارض من قوه الالم اللي نزل على وشها. فردوس بصت له بدموع، لكن دموعها وقفت وهي بتسمعه بيقول: كنتي حامل من مين؟ كنتي بتخونيني مع مين؟ انطقي. انت بتقول ايه؟ انت اتجننت؟ نزل ضرب فيها اكتر. انطقي، خنتيني مع مين؟ فردوس كانت بتصوت وهي بتحاول تبعده، لكن المكتب كان عازل للصوت. سالم بعد عنها وبدأ يكسر في كل حاجة. انطقي يا فردوس احسن لك، كان ابن مين؟ فردوس بدأت ترجع لورا وهي بتحضن نفسها وبتعيط بوجع. انت مجنون؟ هيكون ابن مين غيرك؟ بجد ابني؟ نسيت. انتي ما تعرفيش اني مبخلفش. رهف وجمانة مش ولادي، انا متبنيهم. انت كداب، حرام عليك، ارحمني، كفاية بقى، سيبني في حالي، خليني امشي من هنا. مش همشي قبل ما اعرف مين الكلب ده. سعيد مش كده؟ قولي. ورحمة بابا ما حد لمسني غيرك، حرام عليك بقى، حرام عليك، وانت عارف ومتأكد من ده. هنشوف يا فردوس، هنشوف. خرج وقفل الباب بالمفتاح. شهد قالت له بتوتر ملحوظ: حصل ايه؟ ايه، خايفة عليها؟ لا طبعا، بس الزبالة دي ما ينفعش تفضل هنا، ما ينفعش تفضل مع بناتنا، دي واحدة خاينة، وانا هخلص عليها، هي واللي خانتني معاه. اتحرك على طول بره. بعد شوية وصل المستشفى وبدأ يعمل فحوصات، وبعد ساعات كانت النتيجة ظهرت. الدكتور وهو بيتأكد من كل حاجة: حضرتك تمام يا أستاذ سالم، ومفيش أي مشكلة عندك. حضرتك بتشتكي من حاجة معينة؟ سالم رجع على البيت وهو في عالم تاني. يعني إيه يقدر يخلف؟ وبعد شوية وصل وفتح باب المكتب، لقى فردوس مغمى عليها. شالها وخرج بيها وحطها في العربية وطلع لحد ما وصل لمكان مقطوع ورجع البيت تاني. شهد قربت منه بسرعة. أول ما وصل: أخدت فردوس ومشيت على طول. حصل إيه؟ مفيش واحدة بالاسم ده في حياتنا، فاهمة؟ شهد هزت راسها وهي كاتمة فرحتها. حاضر، بس اهدى يا حبيبي. راح نام وشهد قربت منه ونامت في حضنه وهي مبسوطة وبتاخد نفسها براحة. الصبح سالم كان بيجهز قدام المراية: هنسافر آخر الأسبوع. فين؟ دبي، عندي شغل هناك فقلت أفسحكم. بجد؟ هنسافر بره مصر؟ أنا مش مصدقة. وجريت تشوف هتلبس إيه وهي مبسوطة. سالم ابتسم بهدوء. وبعد أيام كانوا كلهم في المطار وشهد فرحانة قوي لأنها أول مرة تسافر. سالم دخل هو والبنات، لكن شهد اتمنعت. شهد حاولت تكلم سالم كتير وأخيرا رد عليها: سالم الحقني، اتمنعت من السفر، تعالى اتصرف ولا كلم أي حد. أنا هركب الطيارة دلوقتي، كده الطيارة هتفوتني وشغلي هيبوظ. لما أوصل هناك هتصرف. روح انتي وأنا هحل كل حاجة. أروح ازاي يعني؟ وازاي هتسافر من غيري؟ شهد، وبعدين أنا لازم أسافر النهاردة علشان الشغل، وبعدين قلتلك هتصرف. سلام. شهد خرجت بره بضيق وطلبت عربية وهي مش طايقة نفسها ورجعت على البيت. أول ما مشيت خرج سالم بالبنات وركب عربيته وطلع بيها وهو بيقول: في سر ولازم أعرفه. وبعد ساعات سالم دخل وحط البنات اللي نامت بعمق في السرير وخرج. سالم دخل أوضة تانية. فردوس بصت له بوجع وفضلت ساكتة، كانت ملامح وشها مش باينة من كتر الضرب. عاملة ايه؟ عايزة اموت، نفسي اموت واخلص. ازاي معرفش يا فردوس؟ ما تعرفش لانك مش ابوه،
ايوه يا سالم، انا خنتك وكنت حامل من واحد تاني. هتعمل ايه؟ ها؟ هتضربني؟ اتفضل. سالم خرج وقفل الباب عليها. الايام كانت بتعدي وسالم ما كلمش شهد خالص في الفيلا. ما بيردش على التليفون. انا خايفه يكون عارف حاجه. هو هيعرف ازاي؟ محدش يعرف السر ده الا احنا. افرض فردوس قالت له. فردوس فاكره بناتها ماتوا ودفنتهم بنفسها. فوق يا شهد. حتى لو اتكلمت عمره ما هيصدقها. ولا ناسيه التحليل والدكاتره اللي قالوا انه عمره ما هيخلف. ده احنا دفعنا فيهم دم قلبنا. هو لو هيشك هيكون بسبب معاملتك الزفت للبنات. مش طايقه اشوف بناتها قدامي. بعد كل اللي عملته اطلع ما بخلفش واجيب ولاد فردوس بايدي. امال كنتي عايزه ايه؟ اجيب عيال من الشارع؟ ابني يربيهم وبناته اصلا موجودين؟ ليه اتجننت؟ شهد بصت لها بغضب وسكتت. عند سالم كان بيبص في الفون وعينه دمعت وهو بيقول بناتي انا وفردوس. فردوس كانت حامل مني. قام ودخل عندها وأول ما شافها حضنها بوجع وفضل يعيط. فردوس كانت بتحاول تبعده بعنف. ابعد عني، ما تلمسنيش. أنا عارف فين بناتك. إيه أنت بتقول إيه؟ بناتك عايشين يا فردوس، وأنا أعرف هما فين ومستعد أخدك ليهم حالا. أنت كذاب. أنا بناتي ماتوا من زمان. سالم هز راسه برفض. لا يا سالم، أبوس إيدك بلاش تعذبني كده. بناتك عايشين يا فردوس. فين؟ سالم انهار من العياط وسحبها وخرج من الأوضة ودخل أوضة البنات. بصت له بدموع وهو هز راسه. بناتك يا فردوس. فردوس جريت عليهم وفضلت تبوس فيهم وهي بتعيط. البنات صحيوا بضيق. فوفو، ايه اللي عمل فيكي كده وبتعيطي ليه؟ وقعت، بس انا هكون كويسة وهرجع ألعب معاكم ونعمل كل حاجة سوا. رهف وجمانة بدأوا يغمضوا عينيهم وراحوا في النوم تاني. سالم أخدها وهي رافضة تسيبهم، وأول ما خرجت بصت له بوجع. ما كنتش أعرف يا فردوس، ما كنتش أعرف إنهم بناتنا. صدقيني طول الفترة اللي فاتت كانوا مفهميني إني مبخلفش. أنا جبت بناتي من ملجأ يا فردوس، عشت معاهم كل ده وأنا مش عارف إني أبوهم. عمر شهد ما حبتهم، كنت بشوف كرهها ليهم، وأنا مش فاهم السبب. بتكرههم ليه وهي اللي جابتهم؟ كانت بتكرههم علشان منك يا فردوس. فردوس دموعها بتنزل بوجع على اللي حصل لبناتها. احكي لي كل حاجة حصلت من أول ما سافرت، كل حاجة. بدأت تحكي له كل حاجة وهي بتعيط. كنت عايزني أعمل إيه؟ استحملت كل حاجة من أمك، شفت العذاب على إيديهم، وإنت ما حاولتش تدافع عني، وفي الآخر خنتني. شفت صوركم سوا. فعلا يا فردوس، أنا ما دافعتش عنك. صدقت إنك مش قادرة تستحملي الفقر معايا. صدقت إنك بتتكلمي عليا وبتقولي إني مش راجل، وإنك رفعتي قضية خلع عليا، وصدقت إنك على علاقة بسعيد. صدقت كل حاجة، مع إني عارف إن فردوس حبيبتي مستحيل تعملها. كنت موجوع من فردوس، ودلوقتي موجوع أكتر. أنا عمري ما خنتك، كل ده مجرد لعبة من أمي وشهد. فردوس برجاء وهي مش فارق معاها حاجة غير بناتها. خليني أخدهم وأمشي يا سالم، أنا عشت عمري كله أتعذب. خليني أرتاح بقى وأبعد عن شركم. وانا ما كنتش اعرف يا فردوس، انا اتظلمت زيك بالظبط. انا مش هقدر اعيش من غيركم. كنت بحاول اوجعك على امل اني اكرهك وانساكي، لكن ما قدرتش يا فردوس، وانا عمري ما هرجع لك. خلاص يا سالم، اللي بينا انتهى من زمان، ودلوقتي مستحيل نرجع لو حصل ايه. سالم مسك ايديها برجاء. اللي بينا موجود جوه يا فردوس. ليه ما تقوليش ان ربنا حب يعوضنا؟ انا اتظلمت زيك، سمعت حاجات كتير، حاجات تخليني ما اقدرش ابص في وشك. خلينا نبدأ من جديد، ولو مرتحتيش اوعدك هسيبك انت والبنات وهوفر لك كل حاجة. سالم لما لاحظ الرفض على وشها. انا مش هسيب بناتي يا فردوس، لكن اوعدك لو فضلتي فترة معايا ومرتحتيش هسيبهم ومش هقرب منك ابدا، ده وعد مني. فردوس هزت راسها لما لقت مفيش مفر. الصبح فردوس كانت صحيت بدري جدا وجهزت احسن فطار للبنات وقومتهم، وهي كل ما تبص لواحدة فيهم تعيط. ممكن تهدي بقى، البنات هتخاف كده. هي مامي مش هتيجي؟ لا، احنا هنفضل مع مامي فردوس وبس، وكل يوم هنروح الملاهي ونعمل بارتي كل يوم سوا، وناكل كل الحاجات الحلوة اللي نفسكم فيها. انا بحب مامي فردوس اكتر عشان هي بتلعب معانا
مش زي مامي شهد، بتفضل تتعصب علينا وتشدنا من شعرنا. فردوس حضنتها بحب وهي بتموت فيكي، وسحبت رهف لحضنها وفضلت تأكلهم بحب وهي بتزغزغهم بفرحة. بعد شهرين سالم مع فردوس والبنات كل يوم خروج وضحك وهزار، مفكرش يسأل على أمه ولا شهد. احنا راجعين بكرة الفيلا، ارجع انت، خليني انا وبناتي بعيد. البنات لازم ترجع بيت ابوها، وانت يا فردوس ده هيكون بيتك الجديد، ومامتك تيجي تنورنا وتعيش معانا. لا، انا وبناتي مش هنكون قريبين منهم تاني، حرام عليك، انا مش هقدر ابعد عنهم تاني. حضنها بحب. مش هيحصل، محدش هياخد بناتك منك تاني، لازم نقفل كل صفحات الماضي يا فردوس علشان نعيش الحاضر. فردوس خرجت من حضنه. مفيش امل تسامحيني؟ تصبح على خير. ونامت. تاني يوم في فيلا سالم كان الصمت هو سيد المكان. شهد كل يوم تعيط ان سالم بعيد عنها، وجليلة قلقانة على ابنها وان مفيش اي اخبار عنه، لحد ما سمعوا صوت العربية قاموا جري على بره. شهد فتحت عينيها لما لقت فردوس مع سالم ومعاها البنات. يلا يا حبايبي على فوق. حاضر يا مامي. وطلعوا يجروا على فوق من غير ما يسلموا على شهد زي ما سالم قال لهم. دي بتعمل ايه معاك؟ وازاي مخلي البنات يقولوا لها يا مامي عادي؟ يمكن علشان امهم. لولا سوادك ما كنتش عرفت انهم ولادي وولاد فردوس. ليه يا ماما؟ عملتلك ايه كل السنين دي؟ شايفاني وانا بتعذب وساكته؟ ساكته علشان بنت اختك؟ معقول هي اغلى من ابنك؟ فردوس رجعت لعصمتي، وانا عرفت اني بخلف وان العيب في بنت اختك. عملتي كل ده علشان مش حابه فردوس؟ معقول هانوا عليكي ولاد ابنك يكونوا في الملجأ؟ شهد وجليلة سكتوا بصدمة. انت طالق بالتلاتة ولسه حسابنا مخلصش، وانت يا ماما ارجعي بيتك احسن وانسي انك ليكي ابن، لاني مستحيل اسامحك، وكل واحد فرقني عن مراتي وبناتي هيدفع التمن غالي قوي. شهد قربت منه بسرعة. دي كذابة، بتعمل كده علشان تخبي على عملتها. سالم ضربها بالقلم. اياكي تلمسيني، انا قرفانه ابص في وشك. احمد، منصور. البادي جاردات جم بسرعه. تحت امرك. اطردوا البنت دي بره، وبعدين حد يوصل الحاجه للمكان اللي هتقول عليه. راح لفردوس. الفيلا من النهارده بتاعتك يا فردوس، وانا ضيف عندك. فردوس بصت له بهدوء وكانت لسه هتطلع. مسكها من ايديها. فردوس انا بحبك، بلاش تظلميني انت كمان، علشان بناتنا حتى. مش هستحمل تبعدوا عني، مش هستحمل ارجع لوحدي تاني بعد ما لقيتك. فردوس سحبت ايديها وطلعت على فوق على طول، وسالم بصلها بحزن. فردوس دخلت عند البنات وفضلت قاعده معاهم طول اليوم. مامي، امال فين بابي؟ ما جاش يلعب معانا ليه؟ جمانة بصت عليها مستنيه اجابتها على سؤال رهف. بابا تعبان شويه، هيستريح النهارده ونلعب كلنا براحتنا بكره، ودلوقتي على النوم، احنا لعبنا كتير قوي. رهف وجمانة بسوها وكل واحده راحت تنام. فردوس خرجت لقت سالم فاتح باب الأوضة وبيجهز شنطة. انت بتعمل ايه؟ همشي، بجهز حاجتي وهمشي على طول. قولي للبنات ان انا عندي شغل، انا عارف انك هتقدري تتصرفي معاهم وتعوضيهم عني، وهفضل طول عمري عايش على امل انك تسامحيني. مسامحاك يا سالم، مش لازم تمشي وانا مستحيل احرمك من ولادك حتى لو حصل ايه. بجد يا فردوس؟ يعني انتي مش عايزاني امشي؟ فردوس هزت راسها بهدوء. سالم حضنها بحب. انا بحبك قوي يا فردوس، بحبك قوي، هعيش عمري كله اعوضك عن اللي حصل، ومستحيل اقدر ابعد عنك تاني. سالم قرب منها اكتر لكن فردوس منعته. لا يا سالم. فردوس انتي لو... انا حامل. ايه؟ بقولك حامل. امتى وازاي؟ الاعراض كلها ظهرت عليا، انا حامل في شهر ونص تقريبا. ما كنتش عايزة اقولك علشان ما كنتش اعرف هنكمل ولا لا، لكن انا مش هقدر ابعد عنك تاني يا سالم، ولا احرم ولادنا انهم يكونوا وسطنا. سالم حضنها وفضل يلف بيها وهو بيبوسها وبيقول لها قد ايه بيحبها. بحبك يا احلى ما في العمر، بحبك يا عمري اللي جاي كله. وانا بحبك قوي يا سالم. وبكده خلصت قصتنا النهارده. استنى رأيكم في الكومنتات واستنوني في حكاية جديدة. سلام.